يا حبيبي انت كمان كام سنه لما تيجي تتجوز مش هتعرف تخلف، ولو خلفت هتجيب عيال مشوهه. فرنسي جون نيكوت، عشان كده جه اسم النيكوتين. مجموعه صحاب مثلا بتقعد معاهم او اماكن معينه زي القهاوي، انك تلاقي شاب صغير مثلا ماسك الفيب ورا الموبايل والمحفظه والمفاتيح، انت يعني كنت مصنعها معاهم في المصنع. لسه طالعه في اول الالفينات في الصين وامريكا. معظم الشباب بتقضي بالثلاث واربع ساعات، ودي اقل وقت بيقضوه على القهوه. يعني ممكن فعلا توقف تدخين نهائيا. اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. طبقا لمنظمه الصحه العالميه WHO سنه 2020 لقوا ان 22.3% من سكان العالم كله بيدخنوا، و8 مليون منهم بيموت سنويا بسبب التدخين. 7 مليون منهم بسبب التدخين المباشر، وتقريبا مليون منهم بسبب التدخين الغير مباشر او التدخين السلبي، اللي هم ناس مش بتدخن بس بيقعدوا جنب ناس بتدخن وبيتنفسوا دخان السجاير. والترند اللي طالع دلوقتي هو السجاير الالكترونيه او الفيب. ومنظمه CDC او مركز السيطره على الامراض والاوبئه قال لك ان نسبه مبيعات السجاير الالكترونيه او الفيب من سنه 2014 لسنه 2020 زاد بنسبه 122% في الولايات المتحده. ده رقم كبير طبعا. ومن ضمن اسباب الزياده الكبيره قوي دي ان الشركات بتروج للفيب والسجاير الالكترونيه على انها بديل امن للتدخين والسجاير العاديه، لا وكمان بيروجوا انها طريقه توقف بيها ادمانك للتدخين والسجاير. طب على كده فعلا السجاير الالكترونيه والفيب بديل امن وينفع استخدمها مكان السجاير العاديه، ولا الفيب والسجاير الالكترونيه اخطر من السجاير العاديه، ولا الاثنين زي بعض، ولا ايه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه النهارده. التدخين معروف من 5000 سنة قبل الميلاد، وكان مرتبط أكتر بالطقوس والاحتفالات والأعياد الدينية. وأول شخص دخل التدخين لفرنسا وأوروبا هو الفرنسي جون نيكوت، عشان كده جه اسم النيكوتين. وانتشر التدخين في العالم كله في القرن ال17 وال18 الميلادي، وعرفنا إن التدخين بيسبب سرطان الرئة ومشاكل تانية كتير في الخمسينات. يعني شوف التدخين منتشر من إمتى ولسه عارفين أمراضه والصورة الكاملة عنه من قريب. فدايما بيبقى في فجوة كبيرة بين الحاجة أول ما تطلع وبين الأبحاث والدراسات لما يكتشفوها كاملة ويعرفوا كل حاجة عنها. والسجاير الإلكترونية والفيب لسه جديدة، لسه طالعة في أول الألفينات في الصين وأمريكا. ورغم كل الأضرار اللي عارفينها دلوقتي بس لسه في حاجات تانية كتير أوي ما نعرفهاش، والابحاث والدراسات دايما بتطلع ان لها اضرار جديده. وفي السجاير والتدخين العادي بيتم حرق التبغ وبيطلع ماده النيكوتين، وبيطلع معاه اكتر من 7000 ماده تاني، على الاقل 70 ماده منهم مواد مسرطنه، ومواد تاني كتير ليها اضرار خطيره جدا على الجسم زي CO او اكسيد الكربون، والطار اللي هو الاطران او الزفت، والامونيا وغيرها كتير. ولو قعدنا من هنا للصبح نتكلم عن كميه الكانسرز او السرطانات اللي التدخين والسجاير بتعمله مش هيكفينا 100 حلقه لقدام، من سرطانات الفم والرئه والكبد والكلى والبنكرياس وسرطان الرحم في السيدات وغيرها كتير. والماده اللي بتخليك تدمن السجاير وتتعود عليها وتحسسك بالايفوريا او بالبادي كده تخليك متكيف هي ماده النيكوتين. وفي الفيب بيبقى فيها سائل النيكوتين وبيتسخن فبيطلع لك المخرج كتير قوي اللي انت بتشوفه ده. فالنيكوتين بيبقى موجود في الفيب والسجاير الالكترونيه. يبقى الفيب والسجاير الالكترونيه بيعملوا ادمان. سامعك وانت بتقول لي لا انا بشتري الفيب او بشتري السجاير الالكترونيه بتاعتي زيرو نيكوتين، ما فيهاش نيكوتين خالص. انت ايش عرفك ان هي زيرو نيكوتين؟ انت يعني كنت مصنعها معاهم في المصنع، ولا كنت واقف معاهم وهم بيصنعوها، ولا يعني الراجل اللي باعها لك وقال لك انها زيرو نيكوتين انت ملاك يعني مش بيكذب؟ الحاجات دي مش بيبقى عليها رقابه، اي واحد ممكن يحط اي ماده وبراحته. فممكن وارد جدا اللي تشتريها منه يقول لك زيرو نيكوتين بس هي فيها نيكوتين وكميه كبيره جدا. اصل هو هيستفاد ايه؟ هو عاوز يبيع لك. لو ما فيهاش نيكوتين ومش هتدمن عليها هو مش هيكسب تاني من وراك. ويا عم ماشي اجي معاك للاخر، جبت فيب او سيجاره الكترونيه زيرو نيكوتين ما فيهاش نيكوتين خالص بس فيها مواد تاني اخطر بكتير قوي من النيكوتين، ففي كلتا الحالات هي مضره، ما تحاولش تبرر لنفسك. لا واللي يعصب بقى اكتر انك تلاقي شاب صغير مثلا ماسك الفيب ورا الموبايل والمحفظه والمفاتيح، كل شويه يستخدمها ويطلع شوط بخار فاكر ان هو كده روش وعلى الموضه ومفيش منه تاني اتنين، ومش عارف انك بتموت نفسك بالبطيء. يا حبيبي انت كمان كام سنه لما تيجي تتجوز مش هتعرف تخلف، ولو خلفت هتجيب عيال مشوهه. وسواء راجل او ست برضه ليها اضرار خطيره جدا على البنات، وده مش كلام انا، ده كلام كل الدراسات والابحاث، وهحط لك صور هنا وهحط لك المصادر في الديسكريبشن تحت ممكن تتفرج عليها. وحته بقى انك تتجه للسجاير الالكترونيه او الفيب عشان توقف ادمان السجاير العاديه غلط، وده اللي بيروجوا له كل الشركات عشان خاطر تشتريها ويكسبوا من وراك كتير. واللي بيعمل كده اللي فعلا بيستخدم سجاير الكترونيه او فيب عشان خاطر يوقف ادمان السجاير العاديه بعد فتره بيبقى مدمن الاثنين، فيب او سجاير الكترونيه، ويرجع تاني التدخين ويعلن بعد كده هيروح لفين تاني بعديهم عشان هو هيبقى زهق عاوز يغير عاوز يجرب حاجات جديده. طب وعلى كده في حل؟ يعني ممكن فعلا توقف تدخين نهائيا؟ طبعا ممكن، بس في ناس طبعا تقول لك لا مستحيل توقف تدخين، السجاير اللي بتمسك فيه ما بتسيبوش تاني. والجمله دي اتقالت لحد قدامي قدام عيني، بس اي حد بيقول لك كده اعرف ان هو حاول يبطلها قبل كده وما عرفش،
عشان هو ضعيف، واقصد هنا ضعيف عقليا مش قادر يتحكم في عقله، وهو لما معرفش يبطلها فمش عاوزك انت كمان تبطلها، عاوزك تفضل ضعيف زيه وتدخن معاه عشان ما يحسش ان هو لوحده اللي ضعيف. لكن شوف كام واحد تاني قدر يوقف تدخين وبطلها تماما. ما تبصش للي حواليك بس اللي مش عارفين يبطلوا لسه، وخليك عارف دايما وحاطط في مخك كده ان اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها، واللي عاوز يبطلها هيبطلها. وهقول لك كمان على شويه نصايح ممكن يساعدوك انك تبطلها خالص. اول حاجه انزل الجيم، روح اتمرن، العب اي رياضه، هيفرق معاك جدا. وانا اشتغلت مع ناس كتير كان في جزء منهم كانوا مدخنين وبيدخنوا بالعلبتين وثلاثه في اليوم، في ناس اكتر بكتير، واشتغلنا مع بعض شويه في الجيم، في اللي وقفها خالص وفي اللي قللها. حتى جزء منهم لما بطل جيم رجع تاني بس برضه ما رجعش بكميه زي الاول، وفي منهم اللي مكمل على الجيم والتمرين ووقف التدخين نهائيا، وخلاص الرياضه بقت جزء اساسي من اليوم ومن اللايف ستايل بتاعه. فاشغل نفسك باي رياضه والجيم بالذات. وتاني حاجه حاول تمنع وتبعد تماما عن اي مؤثر او محفز بيشجعك على التدخين. مجموعه صحاب مثلا بتقعد معاهم او اماكن معينه زي القهاوي، صدقني ايا كانت ارادتك قويه، لو قعدت مع نفس مجموعه الصحاب اللي بيدخنوا او على القهاوي كله فيها بيدخن هترجع تاني تدخن. فوقف الحاجه من مصدرها ومن الجذر بتاعها، هيساعدك انك توقفها تماما. وبالذات حوار القهوه ده، معظم الشباب بتقضي بالثلاث واربع ساعات ودي اقل وقت بيقضوه على القهوه، وتيجي تقول للشاب منهم ما تيجي تنزل الجيم يقولك ما عنديش وقت. والخمس ست ساعات اللي انت بتقعدوا على القهوه دول، ده غير ان هو بيقعد يشكيلك من الاسعار والغلا والدنيا بايظه والدنيا مش بايظه ومفيش شغل وبيدور على شغل ومش لاقي، وهو بيبقى قاعد على القهوه بالخمس ست ساعات. طب ما طبيعي انت لو حطيت ساعه واحده بس من اللي بتقعدهم على القهوه كل يوم، ساعه واحده بس عملت فيهم حاجه معينه واستمريت عليها، حياتك هتتغير 180 درجه. وابسط حاجه منها ممكن تبدا عليها هي ساعه التمرين. وثالث حاجه ممكن تساعدك بيبقى في منتجات بدال النيكوتين زي اللبان والنيكوتين باتشز والنيزل سبراي. الحاجات دي ممكن تساعدك ان هي بتقلل النيكوتين من جسمك ومخك بالتدريج، فبالتالي هتقلل من اعراض الانسحاب اللي ممكن تجيلك من سحب النيكوتين مره واحده. بس طبعا يفضل تستخدم المنتجات دي تحت اشراف طبيب متخصص في الموضوع ده، وفي مؤسسات كتير بتساعدك وبتقدم لك الدعم في الموضوع ده. واخر حاجه هنختم بيها، مفيش اي منظمه او مؤسسه طبيه بتدعم التدخين الالكتروني او السجاير الالكترونيه او الفيب. مفيش اي حد بيقول لك ان التدخين الالكتروني ينفع بديل السجاير الالكترونيه. مفيش اي جهه طبيه حتى عارفه تاثيره على المدى البعيد ممكن يعمل ايه، عشان زي ما قلنا ده لسه حاجه جديده يعتبر. فلو انت ما جربتهاش قبل كده اوعى شوف ثالث مره اهو من هنا للصبح، اوعى تجرب ولا تقول اخد نفس واحد اشوف دي بتعمل ايه ولا بتخليني احس بايه، ولا تقول ده انا هستخدمها تفاريح بس كل فين وفين كده. بالذات كلمه تفاريح دي، ياما ناس كتير كنت بسمعهم بيقولوا تفاريح ومش تفاريح، شوف دلوقتي وصلوا لفين، وغيرهم كتير قوي. ودي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون استفدت على قد ما تقدر. لو عندك اي سؤال او استفسار ممكن تكتبه لي في الكومنتات تحت، وما تنساش جيت فيت with دكتور فيت.